اهلا بيكم في حلقه جديده من بودكاست كاسيت، البودكاست المتخصص في صناعه الموسيقى والاغنيه المصريه والعربيه. بصوا، انا مبسوط بالحلقه دي من قبل ما نصورها. ليه؟ علشان ضيفي النهارده واحد من عتاوله التوزيع الموسيقي في الوطن العربي، ملك الكيك والسنير، امبراطور البيز والبيت، سلطان المقسوم المصري الجديد. هو مش بيعمل مقسوم بس، هو بيعمل كل حاجه. اسمحوا لي ارحب بعمدة السكان الأصليين لمدينة نصر، الموزع الكبير توما. حبيبي يا مصطفى، ازيك يا توما؟ مبسوط ان انا معاك والتقديمه الحلوه دي بجد والله. يا حبيبي انت تستاهل اكتر من كده بكتير. ربنا يخليك يا حبيبي. انا بشكرك على تلبيتك للدعوة يا وجودك معايا، باشا ده يشرفني والله. وكان نفسي من زمان ان احنا نعمل القعدة اللطيفة دي. يشرفني والله جدا. تاريخ كبير، الحمد 25 لله. سنة دلوقتي، صح؟ توزيع 25 سنة في التوزيع، الحمد ربع لله. قرن. احنا جايين نأرخهم يلا ولسه ولسه ده اللي برضه ان جاي شاء حلو. الله. ربنا في يا جماعه يدينا مفاجآت طول اي بقى العمر كده وحاجات وشغل ايه. بصوا، ان في شاء حاجات الله خير. عظيمه. نبتدي منين بقى؟ من الاول، من الرحله. زي ما انت حابب، انا معاك. انا لازم اتكلم معاك على مرحله الكفاح، الرحله اللي بدات من الاسماعيليه دي احلى مرحله والله. وجيت القاهره، والغنى والكفاح في استوديوهات الصوت والغنى اللايف. حدوته كبيره اصلا، ساهمت في تشكيل شخصيه توما الموزع الموسيقي. بدات منين؟ والله بدأت من اسماعيلية. طبعا أهلي كانوا رافضين ده موضوع المزيكا ده، والمزيكا ما بتأكلش عيش ومش عارف ايه. انا مش موضوع المزيكا بتأكل عيش ولا انا من ساعة ما ربنا خلقني انا بحب المزيكا. يعني حتى من صغري كنت في المدرسة اللي هو بغني وبعمل اغاني فاهم، لغاية بقى ما واحدة واحدة نزلت بقى مصر. وفترة بقى كان يعني كان في اللي هو يعني منتصف التسعينات كده. اهلي منعوا عني المصروف. انت قلت لي ان الوالد كان عايزك تبقى رجل اعمال لا مش رجل اعمال، احنا كان عندنا مصنع ملابس جاهزة في اسماعيلية. ووالدي انا ابنه الوحيد على يعني البكر بنتين. فاللي هو مصر ان انا اتعلم ديزاينر. يعني هو كان شايف ان انا اطلع زي هاني البحيري مصمم مثلا، ازياء وديزاينر وفي سكه تانية خالص مثلا. انت فاهم، هو كان شايف فيا يعني كده، وتدير الشغل طبعا وتدير المصنع. وانا ما كنتش شايف نفسي كده خالص. انت راجل بتحب المزيكا. بحب المزيكا، وشايف ان انا يعني عارف عندي حاجة من جوايا تقول لي لا انت مش هنا، انت هنا. فمشيت ورا حلمي ونزلت القاهرة، مصر. واتعرفت بقى على ناس بقى كتير. انت اول ما نزلت القاهرة عملت ايه؟ يعني نزلت باسماعيلية القاهرة والله كان في كان في تدرجات كده. كان واحد صاحبي حبيبي في اسماعيلية اسمه كريم عرفات. ده كان يعني بيغني في اسماعيلية ومعروف جدا جدا، وكان حبيبي جدا. هو اللي عرفني على محمد محي. فمن هنا بقى بدأت رحلة بقى كفاح. اللي هو اتعرفت على محمد محي واشتغلت معاه لايف، وحضرت ألبومات بقى كتير. حضرت عاتبك معاه، يا نهار ابيض. واشتغلت معاه لايف. حضرت ألبومات يعني كتير جدا مع محمد محي. مرحلة توهج محي من أول عاتبك بقى، وفهد طبعا، الأيام وفهد الموزع الكبير طبعا صديقي. كانت بداية فهد في الوقت ده برضو مع محي. أيوة بالظبط. فلا أنا يعني الحمد لله تعبت، بس يعني أنت كنت يعني صغير الرحلة صغير، 16 سنة 18 17 سنة مثلا ده كده. يعني أنا بشوف دلوقتي يعني من 95 اه
يعني الشاب اللي عنده 17 سنه دلوقتي ما بيبقاش عارف يدير حياته اصلا ازاي. بابا وماما بيعملوا لا له بس كل هو حاجه. بص عارف مصطفى، هو الحلم اما بياخدك انت ما بتشوفش حاجة. يعني حتى سيبك من الاحباطات، طبعا قابلت احباطات مش هقول لك بعد شعر راسي يعني، بس احباطات بقى فظيعة، انت فاهم. بس انا مصر، انا مش يعني لا عارف اللي هو لو اي حد تاني قابل الاحباطات دي هيسيب الحتة دي ويقول لك بقى انا هسافر اشتغل اي حاجة تانية. لا لا لا، انا كنت عايز تبقى ملحن ولا موزع ولا مطرب في والله المرحله دي؟ خالص. بص اقول لك حاجة، انا حاولت، يعني انا كنت بغني وبألف وبلحن، بس سبحانك يا رب، هو ربنا قال لي انت مش هنا، انت هنا. ازاي بقى؟ كنت شغال مع مصطفى قمر لايف. انا بكلمك بقى 98 99 موضة بقى ايه، الكمبيوتر كان لسه بقى طالع في كل بيت. فكان في واحد معانا في فرقة مصطفى قمر، الله يمسيه بالخير يعني، اسمه منتصر عامر. ألح عليا سبحانك يا رب أكنه هو اللي ربنا بعتهولي. يعني أنا عندي مزيكا جوايا، بس أنا كنت إيه بستصعب المزيكا، اللي هو بشوف مثلا أنا أصحابي يعني موزعين بقى إيه كتير جدا يعني. كنت أعرف بهاء حسني وطارق مدكور. بهاء حسني وطارق مدكور طبعا، أستاذ وحميد، وصديقي باسم منير. طبعا يعني يعني حبيبي، قضيت معاه ايام حلوه قوي، وقعدنا يعني قعدنا كتير قوي. فبقول لك كنت بشوف المزيكا عباره عن سيكونسر، انت فاهم. استوديو، التوزيع اللي كان بيتعمل في الاستوديو بقى. ولا انك انت تخرج المزيكا من كيبورد ارينجر وتشتغل على سيكونسر. والسيكونسر ده انا كنت بشوفه ان هو يعني آلة حاسبة، انت فاهم، معقدة. لغاية انا بقول لك منتصر عامر قال لي لازم تجيب كمبيوتر. يا عم بكره الكمبيوتر ايه؟ قال لي والله اسمع، وهاجي اعلمك واسيب لك شوية حاجات وهسيبك. فسمعت كلامه، نزلت جبت كمبيوتر. عارف دي بقى نقلة يعني ده من الانالوج للديجيتال. المرحلة دي كانت التوزيع الموسيقي بيتحول من الانالوج للديجيتال، كمبيوترايز بقى كل حاجة. بالظبط، كل حاجة في الكمبيوتر، انت فاهم. اما بفتكر الايام دي والله. فالمهم جبت الكمبيوتر وجالي ساب لي شوية حاجات، انت فاهم. انا من ساعتها، انا بكلمك بقى من سنة 2000 2001 2000 بالظبط. وكنت ساكن ساعتها بقى في مصر الجديدة عند ميدان المحكمة. من ساعة ما جه هو أنا يعني قعدت في البيت، قعدت قعدة غريبة. الكمبيوتر. أنا كنت الأول قبل الكمبيوتر كنت بخرج عارف يعني، ما بحكم كمان شغلك بتسجل في استوديوهات على طول. كنا شغالين مع مدكور وحميد ومحمد مصطفى وأشرف عبده وبهاء حسني والناس كلها. انت كنت بتطلع من استوديو لاستوديو في نفس الليلة، يعني من هنا لهنا بالظبط. قعدت مع الكمبيوتر، قعدت مع التصقت بهذا الجهاز. سحر في اللي هو في حاجة بتحصل والتراكات وذاكرت وعارف يعني، تحولت ونسيت بقى موضوع الغنى، ونسيت موضوع التلحين، ونسيت موضوع التأليف. حسيت ان ربنا قال لي انت مش هنا، انت هنا. واللي شجعني بقى الله يرحمه الملحن الكبير رياض الهمشري. الله طبعا. انا كنت بعمل ايه بقى؟ كان رياض بيكلمني، باجي بركب له بيت
سيكشن، وهو كان بقى البروتولز كان لسه جديد. جديد وكده. كنت بروح له بيته في مدينة نصر، بسجل له الألحان، بتعمل له البيت عشان سيكشن عشان هو يلحن عليه، يعني بيمسك العود ويعزف عليه وكده. فقعدنا كتير كتير كتير. مرة قال لي يا توما أنا حجزت استوديو بكرة. قلت له استوديو إيه يا رياض؟ والله أنا فاكر اليوم ده. قال لي حجزت استوديو، أنت اللي هتوزع في أغنية من ألحاني، أنت اللي هتوزع. قلت له لا. قلت له أنا مش جاهز. قلت له أنا لسه بذاكر، فسيبني أذاكر وأما بقى جاهز أنا هقول لك. قال لي لا، انا شايف فيك والله هتبقى كويس، اسمع مني، لازم الخطوة دي. قعدت اتحايل عليه والله يا مصطفى كتير جدا لغاية اما هو يعني مصر تفهم. لا بس هو الراجل يعني في الاخر قال لي براحتك. بس هو انا كان شايف فيك من الاول شايف فيا موزع حاجة، بس انا برضو لسه مش جاهز من جوايا وخايف. انت فاهم. لغاية بقى يعني نقول ايه بقى، اشتغلت الاول، انت وزعت لعصام كاريكا حاجه، لعصام كاريكا. عصام ساعتها عرف ان توما بيوزع، بيحاول يوزع. اوكي. فكلمني وجالي وقال لي بقول لك ايه، هندخل اغنية حد لبناني كده وانت اللي هتوزع يا عصام. قال لي لا هتعمل. خلاص عملتها ودخلناها في M2 مع هاني محروس حبيبي، كل التحية ليه طبعا. وكانت والله أغنية حلوة، مش مقسوم، أغنية ستايل يعني. بس بعد كده بقى جه موضوع حمائي بقى. ما هو وقتها حمائي ما كانش يعرف انك بتوزع. لا، حمائي كان عارف ان انا بحاول، بس ما كانش متخيل انك طلعت حاجات يعني واشتغلت وعمل. لا، كان عنده بقى مشكلة اللي هو لما ساب طارق مدكور. لما كان طارق مدكور عمل له الشريط الاولاني بالظبط، وجات الفترة انه اتأخروا مع بعض شوية، فحمائي قرر يشتغل مع نادر حمدي وفهد وكده. انت في الوقت ده قلت شجعت حمائي، يعني قلت له ان هم اصحابي صحاب يعني. لا، والاتنين دول بالذات يعني نادر حمدي مزيكاتي جامد جدا، وفهد طبعا مزيكاتي جامد جدا يعني بحبهم اتنين. فما سألني قلت له عندك نادر حمدي وفهد، يعني احسن اتنين. ما قلتلوش انا هوزع. لا، انا عمري والله، بص، عمري حتى اساله عمري ما عرضت عليه ان انا اوزع خالص. هو انت وحماية بقيتوا صحاب ازاي اصلا؟ بسبب فهد. كنا بنعمل ألبوم سمسمية، كان موزعه فهد. ففهد قال لنا في حد صوته هجيبه في الكورال، صوته حلو قوي ويعني هيفيدنا يعني. قلنا له ماشي. فحمائي جه اول مره بقى اشوف حمائي جه، لقينا حد شاطر جدا بيسمع اللحن على طول، بيلقطه، بيقول. فبقينا احنا الاتنين صحاب من اليوم ده. بس جه بقى حمائي اشتغل على ألبوم خلص الكلام. وصل له توزيعك ازاي؟ ما كانش لسه في خلص الكلام خالص. لا، التوزيع، مرحله التوزيع بقى لما اشتغلتوا في التوزيع. كان ايه بيشتكي؟ في حاجه قبل كده انا ما اعرفهاش يعني على ايه بينك وبين حمائي قبل خلص الكلام؟ كتوزيع، كشغل، كتوزيع كان لا تقريبا. هو اول شغل ليكوا كان خلص الكلام. لا عملت، لا انا فاكر عملت اغنيه بس يعني يوم اعتزال خالد الغندور. ايوه اوكي. ما انا شكيت برضه كده. ايوه صح، برافو عليك. وكان حمائي اللي غنى فيها، وحمائي اللي غنى. بس برضو ايه، حمائي ما كانش مقتنع قوي
اللي هو تومة بيلعب يعني. اغنيه مهرجان اعتزال بقى وبتاع، مش مش فاهم. لغايه اما هو راح عند صديقي وحبيبي رامي جمال. حبيبنا طبعا، رامي ليه كل التحيه يعني. راح وهو يعني هو اللي بيحكي لي بقى، هو ورامي راح وهو محبط كده، فقال له سمعني اي حاجه. قال له انا عايز اسمع اي حاجه الالبوم اللي مش راضي يتعمل ده. فسمعه اول حاجه خلص الكلام. صح. قال له مين ده؟ قال له انا هاخد الاغنيه دي زي ما هي كده، توزيعها معمول، توزيعها كله. قال له مين اللي عامل مزيكا؟ قال له تومة. قال له مين تومة؟ مين؟ قال له تومة صاحبك. قال له لا ما تهزرش يا رامي. قال له والله ده تومة. قال له تومة صح. قال له والله انت ليه مش مصدق؟ اصل هو احنا قعدنا نتكلم فترة كبيرة وما شفناش بعض، ولا هو جالي ولا انا رحت له ولا انا بسمعه حاجة. انت فاهم؟ ولا بعرض عليه اي حاجة ولا بقول له اسمع المزيكا دي، مفيش. يعني انا ما حبيتش استغل، عارف ان هو خصوصا ان انت يعني بتعتز بعلاقتك قوي بطارق مكور. ده يعني استاذي وتعلمت منه لغايه عن دلوقتي بتعلم منه يعني. لا يعني مذكور، حتى انا عشت معاه ايام كتيره جدا والراجل ده فادني كتير جدا بجد والله. حماقي سمع خلص الكلام اتجنن، وما كانتش مقسوم يعني عشان خاطر دي كانت ستايل خالص بعيد عن المقسوم ده ما كانش فيه لسه. انا بقول لك عارف اللي هو الستارت يعني. فبعد كده كلمني مكالمة طبعا مسح بيا الارض اللي هو اصحاب بقى احنا واخدين على بعض. ازاي انت ما تقوليش ازاي ايه المزيكا دي يا عم اقول لك ايه، انت راجل يعني عارف انت بتدور على حاجة جديدة، فانا مش هعرض نفسي. انا مش هقول لك يعني انا مش هستغل الفرصة واقول لك لا اسمع دي بقى. انا فمش هينفع يعني. رغم الصداقة ورغم الصحوبية انت كنت عندك حتة الخجل دي. مش حكاية خجل، حكاية ان انت ما تستغلش برضو. وهي حاجة رعب انك انت اللي هو انت توزع بعد طارق مدكور. هي دي برضو حاجة رعب. ده بجد حاجة رعب. طارق مدكور ده بالنسبة لي يعني ايكون يعني. طبعا انت فاهم؟ طبعا يعني انا بسمعه يعني ده وانا بشورت. بسمعه وبنبهر بمزيكته لغاية دلوقتي. يعني راجل اسطورة يعني، تأثير كبير جدا، اسطورة، راجل اسطورة بجد يعني. فان انت يعني ما جاتش على بالي يعني. يعني لو انا يعني عايز ارتبها، انا مش هرتبها كده. هو ترتيبات ربنا مش بتاعتي انا ولا بتاعت حماقي. فاهم؟ يعني اقول لك حاجة، لو انا كنت عرضت على حماقي مثلا خلص كلام، ممكن ما كانش ياخدها. هو خدها لما سمع الاول، اقتنع بالاغنيه. اما سمع ما يعرفش بتاعت مين، ما بيعرفش. رامي شغل له بس البتاع. فهو بعد ما سمع قال له حلوه قوي والمزيكا حلوه والكلام واللحن حلوين، مين اللي عاملهم؟ قال لك تومة. فبس. فهو دي سبحانك يا رب، دي ترتيبات ربنا. ودي كانت اول اغنيه تتسجل في خلص الكلام. دي اول اغنيه. اول اغنيه. بعد كده عملت له في الالبوم ده 7 اغاني. خلص الكلام وطمنوني عينيك والهيد طمنوني عينيك وواحده واحده ومش هتنساني. رساله. رساله ويا ريت انا هتكلم معاك في يا ريت دي، لان في حته كده عجباني فيها اقول لك عليها. اوكي. بس خلص الكلام اشتغلت معاه، وحميد الشاعري وزع اغنيه في الالبوم ده حالا دلوقتي. صح. بس في اغنيه حميد الشاعري لما سمعها من توزيعك عجبته قوي، وقال ايه المقسوم اللي يجنن ده؟ كانت واحده. كان حميد اللي هيوزعها،
وكان محمد يحيى واخد الديمو على المقسوم بتاعي، يعني عازف برضو جيتار على المقسوم، وراحوا وكبوا قال له حلو قوي المقسوم ده. مين؟ قال له توما. قال له توما مين برضو؟ قال له توما كبو اللي معانا في الكورال وكده. دي شهاده من حميد بقى يعني. كبو، بص كبو حبيبي، بص لغايه دلوقتي مؤسس المقسوم الجديد اصلا، لما يعجبه مقسوم حد ده خلاص كده دي شهاده يعني. كبو بص، طارق مدكور وحميد بالنسبه لي يعني هم ايقونات طبعا. يعني هم الاتنين المخزون بتاعي. مش كل واحد عنده مخزون، هم الاتنين دول اكتر اتنين يعني انا متأثر بيهم. رحت بقى اشتغلت في الألبوم وعملت يعني عارف، بقى عندي جرأة مع حمائي. اخدت الثقة بقى، حاجة تجيلي مثلا او حاجة انا عاملها او ما سمعها له تعجبه نخش ننفذها، حاجة تانية سمعها له تعجبه نخش ننفذها. بس هت الألبوم طمنوني عينيك اللي كانت فتحة الألبوم كانت يعني مزيكا بس. دي مزيكا سمعها. قول لي حكايتها ايه؟ حكايتها ان بص، المزيكا دي عملتها عبارة عن كل المزيكا المبنية دي لوبس ومتهرمنة بس في السينيو. يعني انا عملت حركة كده فيها ان هو انا بدأتها روت نوت، يعني الكي بتاع السكيل مثلا، انت فاهم، انا مثبته، ونيجي عند السينيو انا هرمنت وانت عينيك في عيني. هتسمع هنا في هارموني انت فاهم. فهي كانت غريبة شوية بس والسولو اللي موجود فيه ده لوبة. انت فاهم. المفاجأة اصلا اللي هي في بداية تم تا تا تارارارام لوبة دي لوبة. انا كنت شغال على برنامج اسمه اسمه ايه ده؟ بروتولز ولا ايه؟ لا اسمه اسد. بس انا دلوقتي شغال على كيوبيز. انا بحب كيوبيز جدا. فساعتها بقى كان في عارف موضة اللوبس بقى والحاجات دي. فالاغنية دي كلها معمولة لوبس. في حته في الاغنيه كده بحس في الاخر الباب بيتفتح وناس بتقول حمائي وبتاع. ايوه احنا دخلنا في استوديو صوت الحب. دخلنا بقى انا وايهاب فاروق حبيبي طبعا، عازف البركشن العظيم ايهاب. وناس بقى كتير بقى، وانت فاهم يعني. لا بص، الالبوم ده كان ليه ذكريات حلوه قوي قوي يعني جدا، لانه كمان كان انا شايف انه كان مرحله جديده بالنسبه لحمائي، وكان الانطلاقه بالنسبه لك في التوزيع، وعملت اشكال. يعني مثلا اغنيه يا ريت دي هندي، الايقاع الهندي والكمانجات الوتريات والسولو تحس ان هو راي. اوكي. والايقاعات بتاعتها حسيت انها هندي وفي راي يعني كانت اشكال جديده. بص يا مصطفى، يعني انا بحب دايما الجونرا نفسها ما اعملهاش 100%. يعني دي من زمان، من ساعه ما انا بدأت صح. يعني احب الاغنيه تبقى حته من هنا على حته من هنا، يعني هتسمعها تحس ان هو ميكس كذا جونرا. انت فاهم، مش يعني ما تسمعش دي تقول دي ديسكو 100%. لا بتحط فيها فانك على R&B على يعني مثلا اغنيه نفسي ابقى جنبه وتريات طبعا المايسترو العظيم هاني فرحات طبعا. حبينا نحط التاتش الشرقي. كان ممكن انا ما احطش كمانجات عادي، كانت تبقى الكترو بس سمعتني البيت اللي كان معمول الاول عمرو مصطفى، وعمرو بيغني عليه. مصطفى بص، عمرو مصطفى بوجه له تحيه طبعا، حبيبنا ده كل التحيه. ده ملحن عظيم بجد. سمع بجد المزيكا. التسجيل لغايه دلوقتي موجود على اليوتيوب. التيك ده
وان تيك. ايوه بقى ده ما السؤال. وقفتش هو يعني، ما كان دوستش سبيس مثلا. يعني انا يعني هو جه سمع المزيكا مرة، قال لي اديني مايك. مم. اديته مايك، شغلت. حتى كان بيتكلم كده ايوه مش عارف الفرنساوي اللي هو بتاعه كايرو الفرنساوي بتاعه كايرو، ايوه الحاجات دي. اه سمع المزيكا، ركب عليه. بص عمرو مصطفى بص احنا عندنا ملحنين جامدين جدا في مصر بجد. مصر ولادة يعني. مش عايز اقول اسماء عشان ما حقيقي، لا اسامي انساش كتير حد. جدا طبعا. اسامي كتير جدا وناس كلها شاطرة وناس عباقرة، بس عمرو اكتر واحد تديله مزيكا يركب الجروف مم. بجد ويطلع جملة. فهو بجد عبقري في الحتة دي. حقيقي. غير ان هو طبعا بيلحن كلامه كده، بس عمرو مصطفى اديله مزيكا تسمع حاجة مرعبة. اصلا انا لما سمعت اللحن ده بصوته قعدت اقول هو خياله راح فين وهو بيسمع البيت ده، انه يعمل الجمله اللحنيه مصطفى بتاعت بص يا مصطفى، فات قرب بص عليا اقول لك حاجة، وتتتتت. كل واحد بيجتهد، بس في موهبه. موهبة وفي ملكة ربنا بيديها لك. مم. دي بيختار ناس فيها. مم. مثلا طبعا زي مثلا طبعا ما ننساش عزيز الشافعي. طبعا عزيز كل عزيز التحيه ليه. عنده طبعا عزيز حبيبي وملحن حبيبنا. كبير وشاعر كبير برضو. عزيز اما بيألف وبيلحن بيعمل حاجات لا 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 اسطوريه. لا لا، في حتة تانية. المدهش في عزيز في حتة تانية. هو انا سالته مره، هو انت بتحط اللحن وبتكتب عليه ولا بتكتب وتلحن؟ قال لي الاتنين بيجوا مع بعض. مرعب، ايوه فدي ما دي ملكه، برضو موهبه دي صعبه. ملكة من عند ربنا برضو، انت فاهم. موهبه صعبه جدا. فبجد عندنا ملحنين وشعراء وموزعين طبعا. في مصر جامدين جدا 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 يعني. انا اسمح لي اقولها انا يعني بالنيابه عن اي حد، اي موزع في مصر، احنا مصر هي فيها اقوى موزعين في الوطن العربي، مع كامل تقديري واحترامي للجميع. يعني دي مني انا، تتحسب عليا انا. تمام. وفي موزعين شطار والله في لبنان طبعا جدا طبعا اساتذه وكل وفي حاجه. وفي العراق وفي الخليج يعني، وفي المغرب طبعا وتونس. لا ناس لا احنا عندنا الوطن العربي مليان مزيكاتيه جامدين جدا بجد. بس الكم عندنا احنا في مصر اكتر، احنا عشان أكبر. عددنا برضو كبير. والموهوبين في العدد، عشان العدد الكبير ده بقى فيه موهوبين اكتر. لا واحنا اقول لك حاجه، احنا فينا ميزه برضو. احنا المصريين يعني ملناش ملكه. بمعنى ان احنا الالبوم المصري ممكن تلاقي حد عامل راي، ممكن حد تلاقيه عامل هيب هوب، ممكن حد تلاقيه عامل هاوس، ممكن مثلا انت فاهم مقسوم. يعني احنا يعني قصدي اقول لك ان ما عندناش شكل موسيقي راكب علينا بالظبط، مش عارفين نطلع منه. برافو عليك. يعني احنا مش مقسوم بس، صح، يعني كل حاجة. الهضبة اهو في الصيف كسر الدنيا ببابا. صح مش مقسوم، كسر الدنيا ببابا، فاهم. فاحنا عندنا يعني القماشة بتاعتنا كبيرة. بما ان احنا بدأنا الكلام على رحلتك مع حماقي، انا في مجموعة اغاني كده انا يعني كنت عايز اتكلم معاك فيها بخصوص شغل حماقي. يعني بحبك كل يوم اكتر طبعا، هاوس طبعا رحت عملته شكل هاوس، بس كانت الفكرة ساعتها انكم تحطوها في ألبوم ولا تنزل سنجل ولا يعني مشيت ازاي؟ فاكر؟ لا دي كانت اعلان كوكاكولا. بالظبط. اعلان دي اشتغلناها، قعدنا نشتغلها برضو كتير. قعدت اشتغلها دي ما يقارب عن شهر مثلا. انت فاهم. من اطول الاغاني اللي اشتغلت عليها مع حماقي. لا تقريبا. اطول اغنية عملتها كانت طمنيون عينيك. عشان كان فيها اديت كتير جدا. يعني سيبك ان انا قلت ان هي لوبس وكده، لا بس في شغل، بس يعني في تقطيع وفي اديت بقى كتير جدا، وفي افكار وفي بريدج في الاخر، وفي يعني في حاجات كتير قوي.
فدي تعتبر برضو يعني من الاغاني اللي اخدت وقت برضو. وناويها من الاغاني بقى اللي انا حاسس انها ده مقسوم جديد. هو مقسوم ومش مقسوم، يعني مقسوم ولا نوبي، مقسوم ولا بص ايقاع؟ اقول لك حاجه، هو مقسوم راكب عليه ريجاتون. اه فتحس ان السرعه عامله كده، ونص سرعه تب تق تق تب تق تق تب تق 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 تق. ده مقسوم راكب عليه ريجاتون، بس كان شكل جديد. شكل جديد الحمد لله، انت فاهم. بس يعني بص المقاسيم اصل هي برضو بنت لذينه يعني. انت توما، انت ليك الكومبو بتاعك بتاع المقسوم اللي يعني كان مميز. الحمد لله. وعلى مدار السنين مقسومك كان بيتجدد، الكومبو بيتغير، اصواته بتتغير. يعني ناويها مقسوم مختلف، مش يعني انا بيتهيألي حتى انت ما عملتش لحد تاني المقسوم ده او الشكل ده لا خالص، ما كررتوش. لا ما كررتوش للاسف، ومش هينفع برضو يعني، عارف. يعني اقول لك حاجه، ممكن اكرر التفعيله، انت فاهم، بس باصوات تانية يعني. فاهم. الطبطبه. طبعا. 6 الصبح. 6 الصبح. لا هتكلم على دول ليهم. غريبة الناس. غريبة الناس طبعا. وغريبة الناس مقسوم برضو على تفوف، تحس أيوة. ان هو نوبي برضو بالظبط. بس شكل تاني خالص عن ناويها، مختلف. وايه تاني؟ انا بحب لك يا اللي زعلان مني قوي. يا اللي زعلان يا مني. اللي زعلان مني. الحان الله يرحمه محمد رحيم. ربنا يرحمك. من الاغاني الحلوه قوي قوي قوي. وبعدين انت في الاول كده ليك صوت كده، ده بتبقى عامله بالكيبورد. السولو ده كان ايه؟ فاكره؟ السولو ده كان سولو محمد رحيم. يعني هو اللي عامله، انت فاهم. وانت بقى خدته وعملت تأليفه. بس انا لعبته يعني اللي هو ايه يعني برضو باصوات ما هو يعني انا تليق بسألك على على الصوت نفسه، اللحن. الصوت اللي اتعمل مختلف. مختلف. ومن الحاجات برضو اللي بحبها لك جدا في المقاسيم، بعدنا ليه. بس ده مقسوم قاعد بقى وحزن الالبوم ده. انت هتقول لي المعلومه دي لازم. اوكي. انا كنت حاسس ان حماقي بيغني باحساس مختلف خالص في الالبوم ده. عمره ما يغيب، البوم عمره ما يغيب. وبالذات بعدنا ليه دي، انت اصلا دخلت بالكوله، وبعد كده المقسوم القاعد. بص اقول لك حاجه، حماقي في الالبوم اللي جاي ده هتسمع حماقي. لا هتسمع حماقي جديد. يعني سيبك يعني، مع احترامي بقى للالبومات اللي فاتت دي، احنا شغالين، احنا بقالنا كتير قوي. انتوا بقالكوا سنتين مثلا. بس والله حماقي عامل مجهود في الالبوم ده، واحنا عاملين مجهود، وكل الناس اللي اشتغلت عاملين مجهود والله كبير. انت نفسك حابب تخرج بره الاشكال التقليديه او اللي اتعملت قبل كده، قلت لي ده. انا عامل حاجات جديده. عامل حاجات والله جديده في الالبوم ده، ربنا يكرمنا ان شاء الله. ودعي لنا كده يا رب. لا ان شاء الله باذن الله، يعني ربنا يوفقنا. عايزين نسمع حاجه حلوه حماقي بصراحه، يعني مستنيينك بقالنا كتير ونفسنا. انت راجل من الناس اللي بتعمل مزيكا بجد، فيعني بنحبك جدا عشان خاطر الحته دي. يعني منتظرين ألبوم جامد، وكلنا ثقه في ده ان شاء الله. من الاغاني اللي انا بحبها لك برضو انت قلت قبل كده انك متاثر بمايكل جاكسون. بموت فيه. انت شفت الصوره اللي على الواتساب بتاعي؟ انا ومايكل جاكسون. طبعا. في اغنيه انت عملتها لحماقي في الالبوم ده، نسيت. انا حسيت ان توما المتاثر بمايكل جاكسون وبيلي جينز والحاجات دي نفس البيت بتاع. اصل اقول لك حاجه، مواليد السبعينات هتلاقيهم متاثرين بمايكل. يعني اقول لك يعني احلى مزيكا في العالم جت فتره السبعينات والثمانينات. ده حقيقي. انا بتكلم عالميا مش عندنا. في العالم كله. مايكل ده طبعا اسطوره طبعا. البيت كان شبه بيلي جينز. اسطوره. ايوه. حتى الكورال بتاع حماقي اللي كان معمول في كلام
بيمر بسلام، نفس طريقه مايكل، هاف فويس كده انت فاهم. فكانت اغنيه متطوره جدا. من الاغاني هي ما كانتش الهتات، بس السنيره هي حتى تحس ان هي بتاعت بيلي جين. بالظبط. ايوه بالظبط. السنير. ورحت عملت الديسكو سترينج في متعقد. متعقد انا متعقد على فكره، بالظبط. كانت في الالبوم اللي قبله. فيعني صح. لا توما يا جماعه، الراجل ده مش ملك المقسوم بس، لا الراجل ده عامل حاجات غير المقسوم، يعني مختلف، اشكال موسيقيه الحمد كتيره لله. جدا. الحمد لله. حتى في البوم يا فاتني اللي فات مع حماقي، يا فاتني نفسها من الاغاني اللي حلوه قوي. انا بحب الاغنيه دي وانا بحبها جدا. يعني يا فاتني دي من الاغاني اللي ليها يعني علامه الحان كده في الله قلبي. يرحمه محمد النادي. فاكر تفاصيل الاغنيه دي؟ الاغنيه دي حماقي سمعها لي وقلت له ساعتها انا هعمل لك مقسوم مش تقليدي. اصل انت ممكن ايه تروح عادي مقسوم عادي جدا فاهم، بس انا حسيت احساسها ان هي ممكن لا تتعمل يعني باصوات اللي هو جديده خالص. جدا. بس وكان ليك دويتو مع حماقي مهم جدا، رباعيات صلاح جاهين. ايوه طبعا، قول لي بقى الشاعر الكبير. الفكره بقى جت ازاي؟ قول لي يعني عملتوا ازاي؟ والله الفكره ان انت بتغني وحماقي بيغني وتغنوا مع بعض ما فيش. الفكره قاعد انا زهقان كده في يوم، نزلت من النت رباعيات صلاح جاهين، قاعد بقرا فيها كده، فاستوقفت عند حتة كده مع ان كل ايه مع من ان طين، كل الخلق من اصل طين، من اصل طين، وكلنا بنتولد مغمضين، ماضيين. بعد الدقايق والشهور والسنين تلاقي ناس اشرار وناس طيبين. قلت الله ايه الحلاوة دي. فشدتني الجملة دي جدا، فمش عارف حاجة كده إلهية، فلقيتني بدندن كده ميلودي. ايه ده، مش في دماغي بقى اعمل اغنية وحماقي ما كانش فيه ولا اغنية ولا اصلا ان موضوع حماقي معايا اصلا. انت لحنتها كده كده برضو اشارة من ربنا كده برضو، سبحانك يا رب، اللي هو جت قدام عيني دندنتها، رحت فاتح الكيوبيز مسجلها بس. اوكي. و... اخترت 2 بارت برضو تاني اللي هما يعني هيليقوا عليها، بس ما لحنتهاش. انا لحنت بس الحتة اللي في الاول. حماقي جاي وبنشتغل في الالبوم وكده، بقول لك ايه، عايز اسمعك فكرة كده جات لي. قال لي ايه؟ قلت له رباعيات صلاح جايين كده، بص اسمع انا عامل كده. قال لي يا ابن الذين ده حلوة واحساسها حلو. حلو بجد والله؟ قال لي اه والله. قال لي انا هجاملك ليه، احساسها حلو. قال لي طب ايه انت؟ قلت له بص انا واخد برضو منه عجبي عليك يا زمان ايوه. لقيته راح قايل اللحن الحتة بتاعته. قال لي بقول لك ايه، ده الحتة الاولانية لحنك والحتة بتاعتي لحنك ويلا نغني. والله وافق على طول كده ويلا وتشجع. لا حماقي اخويا يعني. فعملناها بقى من التجارب الجميله قوي. الحمد لله. مختلفه يعني فكره انه تغنوا كلمات صلاح جاهين وتبقى طالعه بالشكل ده. الحمد من لله. التجارب المهمه جدا. لا انا بحبها قوي الاغنيه دي. حماقي، بس في مسيرتك برضو في اسماء تانية كتير مهمه طبعا. شيرين عبد الوهاب حبيبتك طبعا اختي طبعا. انت علاقتك بشيرين بدات ازاي اصلا؟ يعني شغلكم مع بعض جه ازاي؟ شيرين انا اعرفها من قبل ما اوزع اصلا. انت فاهم. بعد كده اشتغلنا بقى مع بعض، عملت لها اغاني كتير قوي. كدابين والوتر الحساس. كدابين والوتر الحساس. انا في ألبوم عامل لها فيه 8 اغاني. نساي ده 8 اغاني كان من ألبوماتها الحلوه. لا مش نساي، اللي قبله ومين اختار؟ لا انا كتير. انا كتير
كان 2014. ايوه انا كتير صح بالظبط، عامل لها 8 اغاني فيه. واخر حاجه بقى وما زال على البال وبتمنى انساك طبعا. لا يعني شيرين دي اختي يعني. الوتر الحساس لسه بتحقق مشاهدات الحمد لله. عاليه لغايه انا دلوقتي. لسه والله متكلمه اول امبارح ومفرحها. لا اغنيه حلوه جدا. اه ويمكن دي من الاغاني المقسوم بس اللي اتعملت بشكل مختلف، الاصوات لايف فيها درامز، مقسوم والله. درامز، لا ده درامز لايف بيز وبيز جيتار لايف. جيتار لايف، كل حاجه، وبركشن لايف، كل حاجه كانت لايف. فكرتك ايه لما جالك اللحن وقلت لازم يتعمل بكده؟ حبيت الساوند يبقى مختلف. فاكر في فتره كده زمان في الثمانينات مم. كانوا بيجيبوا البيز لايف والدرامز مم. كان لايف. اللي كان بيعمل ده يحيى خليل وهاني شنودة وفتحي بالظبط. سلامة في الأول، محمد هلال كانوا بيعملوا بالظبط صح الشكل ده. صح. اه فانا حبيت الساوند يبقى بعيد عن الشكل عن الديجيتال الكمبيوتر. شوية. ايوه بالظبط كده. فده روح للأغنية انها اه حتى في اللايف تبقى حلوة يعني. بالظبط. ايه أصعب أغنية وزعتها لشيرين؟ خدت جهد منك، لا الفكرة دي وقعدت تغير في شكل التوزيع كذا مرة لا أنا عايز أطلع حاجة تانية. اغير في شكل التوزيع. يعني جات لك فكرة وقلت لا هعملها بفكرة تانية، وبعد شوية قلت لا هعملها بفكرة تالتة، يعني خدت منك وقت. لا اقول لك حاجه، انا يعني الحمد لله انا في موضوع اختيار التوزيعات ما ببقاش مذبذب. ازاي؟ يعني اما بحس حاجه من الأول. هو بص، اصدق احساس الاول احساس ده. مم. انا بعتمد ده دايما. يعني لو في صوت انا بختاره وجابني ما بروحش لصوت تاني، ما بفضلش اقلب مم. فاهم؟ هو ده خلاص يعني دخل هنا تمام، هو ده الصوت فاهم؟ مم. فلا بس بتحصل ساعات بيبقى فيه مثلا يعني في حماقي مثلا غيرت كذا مرة توزيع، بس مش فاكر الأغاني إيه. انا هقول لك شويه اسامي اغاني انت أوكي عملتها لشيرين، هتقول لي أوكي. ايه اللي اتقل بالنسبه لك فيهم او اللي اقرب لقلبك بالنسبه لك فيهم. يعني الكدابين. أنا بحب الأغنية دي جدا. كدابين اه أيمن بهجت قمر اه وخالد عز اه جوز عباقرة. لا وتوزيعها كمان كان الحمد عظيم. لله جوز عباقرة بصراحة. حته الناي اللي بص في أقول الاول. لك حاجة، مم. الكلام واللحن ما بيبقوا حلوين أنت غصب عنك بتطلع حاجه حلوه. المزيكا بتطلع حلوة والله. يعني انت اول ما سمعت الكدابين كده جه في دماغك سولو الكوله اللي في الاول. اه ايوه اللي في الاول، اه اللي هو انت عارف سيجنتشر كده. اه حتى هي في اي حفله لما بيدخل الناي مم. تلاقي الجمهور مم. فاهم؟ صح. بص اقول لك حاجه، يمكن عشان انا اشتغلت لايف مم. فده فادني كتير. في انك تقرا ذوق الجمهور في الحفلات. ابقى حاسس اكتر ان دي على الستيج والحفلات هتبقى عامله ازاي، مم. وان انا اشتغلت في استوديوهات كتير مم. واتحط على ودني هيدفونات كتير مم. من مزيكات متنوعة، فده فادني برضو في ذوقي مم. في المزيكا. يعني انا دايما انا بقول المزيكا مش فرد عضلات، مم. المزيكا ذوق. ذوق. طبعا المزيكا ذوق قبل ما هي تبقى تكنيك. ما ممكن اقول لك حاجة، مع احترامي طبعا لأي حد معاه شهادات كبيرة مم. مزيكا، انت فاهم؟ ممكن يبقى معاه دكتوراه في المزيكا، دكتوراه، مم. بس ذوقه وزع وحش. ذوقه وحش في التوزيع مثلا، مم. مم. اختيار أصوات، مم. مش حاسس ده ما يعيبوش، ما هو ربنا برضو ما بيديش كل حاجة مم. فاهم؟ وممكن واحد عادي مش دارس مزيكا مثلا، انت فاهم؟
ذوقه يبقى احلى منه. يعني انا دايما بقيس المزيكا ذوق اكتر ما هي فرد عضلات وزحمه ومش عارف ايه. ذوقك ده اللي هو اللي هيوصل للناس، اللي هيوصل للناس اللي مش فاهمه مزيكا. بالظبط. ما هو مش كل ما هو اللي بيسمعوا مثلا نقول مثلا 80% مش اللي دارسين مزيكا اصلا الطبيعي في المجتمع ان هم فئه محدوده مثلا يعني يعني هنقول 20% اللي دارسين. يعني ان ذوقك يوصل للناس اللي مش فاهمه المزيكا دي، انت راجل. اصلا المستمع يقول لك الله الاغنيه دي حلوه قوي وهو مش دارس مزيكا، خلاص لمست احساسه. هو تقبل ال اقول ايه، التوتال، المجمل اللي سمعه ده اللي داخله هو بقى ايه، مش زينا. يعني احنا مثلا اما بنسمع مثلا اغنيه انت بتحللها. قول لي بقى، انت كموزع لما بتسمع اغنيه في العادي بيحصل لك الحاله دي، بتقعد تحللها؟ والله بص، انا بحاول الاول ابقى زي الناس. يعني بحاول على قدر، يعني على قد المستطاع، يعني اللي هو افصل ان انا فاهم ان ليه انت حاطط الكيك دي، ليه لعبت الاكور ده ما لعبتش الاكور. اصل هي اذواق برضو. ذوقك كموزع برضو بيفرض عليك بيفرض بس انا برضو ايه، ساعات ما اغنيه بتنجح قوي وانا مثلا عدت عليا كده وما خدتش بالي، برجع لها تاني. ممكن انا ما ركزتش، فبحب اسمعها اللي هو بودن الشارع. الناس العادية سمعتها ازاي، فاهم؟ في مرة وزعت اغنية اوكي، وبعد كده بعد ما نزلت ونجحت مع الناس وكل حاجة، قلت كان ممكن اعملها بفكرة تانية، او التوزيع ده ما كانش لا كان عندي حاجة هتليق اكتر. لا انا بص، انا يعني حتى انا بتنزل اي اغنية ليا بسمعها مرة ولا مرتين ساعة ما بتنزل وخلاص. تسمعش اغانيك بعد كده؟ لا هسمع اغنية ليه؟ انا اكتر واحد تشبعت. بسمع الاغنية. لا ده بجد. اكيد. يعني مثلا الشاعر ولا الملحن بيجي بيكتبوا وبيلحن ويروحوا البيت. يعني اكتر اتنين بيسمعوا الاغنية الموزع ولو في مهندس صوت، هم اللي اكتر الاتنين. انت قاعد شغال اصلا على الاغنيه شغال بالساعات وبالايام. بالساعات والايام، وممكن توصل لشهر مثلا ولا حاجه، انت فاهم؟ بس اللي هو انت خلاص بقى ساعه ما بتنزل انت بتفصل بقى، عارف انا بزهق برضو، اللي هو لا انا عايز افصل منك حبه عشان اعرف اشتغل تاني. اللي هو انت برضو ودنك ساعات اللي هو ايه، عارف انا ماشي صح ولا ماشي غلط، محتاج اعمل ريفرش واسمع حاجات أيوة تانية بره شغلي لازم افصل عشان اعرف يعني اعرف اسمع انا هعمل ايه او هكمل ازاي. بس طبعا في اسامي كتير انت عملت معاها نجاحات كبيرة، لكن طبعا لازم نتوقف عند الهضبة. طبعا هضبة. انت الموزع اللي نجح وبعدين اشتغل مع الهضبة، مش اللي راح. ما انا بص اقول لك حاجه، دي يعني علامة استفهام كبير. الجمله دي هو قالها اصلا وانا استغربت جدا. وبص ما تعرفش ان يعني الهضبه ده يعني بعد الكلمه دي هو في حفله في الساحل قدمني تقديمه بجد انا ما احلمش بيها بصراحه. يعني الهضبه برضو يعني عمرو دياب ده تاريخ 40 سنة نجاح لينا. عارف ده تاريخ لينا وراجل بجد عظيم يعني. فبقول لك الحفلة قدمني تقديمة انا ما احلمش بيها بصراحة. واتفاجئت انه هو
قال الجمله دي، قال توما قال ده ناجح من قبل ما يشتغل الراجل ده ناجح من قبل ما يشتغل معايا. فدي كلمه كبيره جدا، انا الوحيد اللي حسيت معناها. يعني أكيد. الراجل ده، بص، اي حد في الوسط الفني عنده حسابات. ان حد زي الهضبة بقيمته الكبيرة وهو بيقول الجملة دي ما عندوش حسابات، اعرف ان الراجل ده من جواه طيب جدا وابيض سالك. اقسم بالله ده بجد. اصلا بص، انا برج السرطان وبفهم في الناس جدا. الراجل ده بعد الجملة دي، لا يعني انا لو ما اشتغلتش معاه مش هزعل. يعني عارف، لو عدى ألبوم كده مثلا وما اشتغلتش معاه اغنية واحدة مش هزعل، عشان هو كفاية اللي هو قاله عليا بجد ده، يعني على راسي. اول مكالمة بينك وبين الهضبة او اول شغل جه بص ازاي؟ اقول لك حاجة، انا الهضبة اعرفه من زمان جدا. انا حضرت مع استاذي طبعا طارق مدكور ألبوم تملي معاك كله. ياه. كنت من المحظوظين ان انا وحمائي حضرنا الالبوم ده مع طارق حمائي، مدكور. انا عارف طبعا القصة ان هو كان حاضر. انا كنت شغال ساعتها مع مصطفى قمر طبعا، نوجه له احلى تحية. كل التحية ليه، طبعا حبيبنا الفنان الكبير والجميل جدا. كنت بخلص لايف واكلم مدكور، يقول لي انت فين يا ابني؟ هي دي كلمته يعني. اقول له ماتكو مثلا انا في لسه مخلص فرح في دار الدفاع الجوي. قال لي طب عدي عليا في ام 2 على طول. فنروح نحضر ألبوم الهضبة تملي معاك وهو بيتعمل. انا حضرت كل الألبوم ده تاريخ انت شاهد عليه. لا بص، ده من احلى فترات حياتي. انت بتشوف الراجل ده بيشتغل ازاي بجد. الراجل ده كان بيحضر تيك طبلة. عمرو دياب بيحضر تيك طبلة. مع احترامي لتيك الطبلة طبعا، انا ما بقللش من الطبلة طبعا. لا، اقصد انه التفاصيل قاعد عليها. لا يعني في مطرب تاني ممكن ما يحضرش تيك الطبلة، يقول لك طبلة هيخلصها في 5 دقايق. لا، ده شغل موزع اصلا. احضر ليه؟ ايوه بالظبط، شغل برافو موزع عليك. ده، يعني مش لا مطلوب لا من لا، المطرب يقعد فيه. ده راجل بيخاف على شغله. فاهم؟ بيخاف على، بص، مفيش حد ما بيتعبش وربنا ما بيديلوش. لازم اللي بيتعب ربنا هيديك على قد تعبك. هو ربنا اداله ولسه هيديله اكتر. ده بجد. من ايام بقى تملي معاك 2000 لغايه ما اشتغلتوا مع بعض من 3 سنين تقريبا او 4 لا سنين. لا اكتر 4 سنين كان اول حاجه. 4 سنين كانت كانت قبل طبل لها، يعني طبل عملته اللي يمشي يمشي. لا ولا عمل طب الله طبل لها. اول واحده طبل لها اه كانت 21 اعتقد تقريبا. طبعا انا كنت سعيد جدا ومش مصدق ان انا قعدت فترة كبيرة ما يعني بنجح وما بش اللي هو بعمل بشرة خير تنجح. 6 الصبح، واحدة واحدة يا ستار، فاهم؟ هتات غريبة كتير. الناس، ابو الليف الالبوم اللي طبعا كسر البوم ابو الليف ده كان الدنيا. تجربه جميله. روبي، هوبا، جانب هداه، حاجات والناس كانت كتير. بتسأل دايما هو ازاي توما ما اشتغلش مع الهضبة. كان ده سؤال على فكرة في وكان الوصف. بيتسأل لي اقول يا جماعه يعني هو الراجل هو حر، هو يشتغل مع اللي هو الهضبه يعمل اللي هو عايزه، هو يشتغل طبعا. فاما اشتغلت معاه راجل ممتع جدا بصراحه، وشغله ممتع وانا ما بزهقش. يعني انا معاه ما بزهقش. اما يقعد يقول لي غير مش عارف ايه، غير ايه، غير ايه، غير ايه، على قلبي زي العسل. ما بزهقش. يعني عارف، ممكن اي حد تاني تلاقيني قلبت وشي ومش عارف ايه وانت ما بتفهمش يعني جوايا طبعا ما بقولش للشغل، فاهم؟ بس الهضبة طبعا ده تاريخ، ده تاريخ كبير جدا جدا جدا. فيقول لي غير 6000 مرة هغير.
هو كان عايز المقسوم بتاع توبة؟ والله بص، هو بيحب المقسوم بتاعي، يعني هو يعني بحس كده. لانه كل الشغل اللي عمله معاك مقسوم. بس انا قلت له والله، مره من المرات قلت له هذا بقى نفسي اعمل لك حاجه ستايل، جربني في الستايل والله. فقال لي ان شاء الله ان شاء الله. بس هو تعاونات الحقيقه رغم ان عددها مش كبير، 5-6 اغاني، بس انا لكنها بالنسبه بالنسبه لي، لك اتحطت لا في انا بالنسبه لي الارشيف. كبيره. طبعا. لا مش كبيره كما عددا، لا اقصد هي لا انا 6 اغاني بالنسبه لي قيمتها كبيره. كقيمه كبيره طبعا. اخرهم طبعا يا بخته، طبعا لحن عزيز الشافعي طبعا وكلام منى القيعي، طبعا. ومن الاغاني اللطيفه جدا في البوم ايامنا يعني. لا وهو عنده ميزه حلوه قوي، هو الاغنيه بيعليها في اللايف بتاعه. صح. يعني يا بخته دي هو منجحها في اللايف جدا. نقطه مهمه قوي، في قليل قوي المطربين اللي بيعرف ينجح اغانيه في اللايف بالهات وخد مع الجمهور. اصل بص، حفلات الهضبه طبعا انا حضرت معاه تقريبا حفلتين او حفلتين. حضرت حفله في الساحل ساعه ما قدمني، وحضرت حفله في دبي. لا هو الراجل راجل بتاع لايف يعني متمرس في اللايف، عنده جداً. خبره اللايف، فاهم؟ فعارف ايه الاغاني بتاعه اللايف وايه الاغاني اللي مش بتاعه اللايف. ممكن لعلمك اغنيه تبقى في السي دي مثلا، في الالبوم تسمعها حلو قوي، بس في اللايف ما تبقاش واكله مع الناس. وممكن العكس. اه ممكن العكس، انت تسمعها في السي دي مش عاجباك قوي، بس في اللايف ايه ده، ايه الحلاوه دي، فاهم؟ عارف، عشان كده بقول دايما انه في مطربين بيعرف يعمل البوم، طبعا بمعنى انه بيبقى حاطط فيه اغاني تنفع لللايف واغاني انها تتسمع في البيت وفي اماكن تانية، وفي مطرب بيعرف يختار اغاني حلوه، بس احيانا الموضوع يسوقه في حته بعيد عن اللايف والجمهور. لا لازم الوزنه دي تبقى موجوده. بالظبط بالظبط. بس ده يعني ده بيجي برضو ارجع واقول لك ان ده يعني غير الخبرة، دي ملكة من عند ربنا برضو. ازاي؟ موهبه يعني، احساس وذوق. هي الشغلانه كلها ذوق اصلا، يعني قايمه بالاساس على الذوق. ما في ناس يعني ما بتأمنش في حتة الذوق دي. يعني في ناس يعني مع ان لا انا بآمن جدا ذوقك في المزيكا احنا زمان وسمعك ومخزونك ايه، طبعا هو ده اللي بيكون شخصيتك. غير ان شخصيتك مع مخزونك هي دي اللي بتكون برضو ذوقك في المزيكا. انت مخزونك بيتكون ازاي؟ بتجدد المخزون ده ازاي؟ بجدد المخزون ده ازاي؟ ان انا لغاية دلوقتي بقعد اسمع، حتى لو انا الستايل المزيكا يبقى غريب عليا شوية، بس بقعد اسمع. انت كنت اقرب واحد قدر يعمل مقسوم من قبل المهرجان، بس انا حسيت ان بتوع المهرجان خدوا منك وشوهوا شويه. بس الفكره في ايه؟ ان انت اكتر واحد مزيكتك كانت قريبه من الشارع ومن الناس، على مستوى الحاجات اللي عملتها مقسوم، مش الاشكال الكتير التانية اللي انت عملتها. اوكي. ما حسيتش في لحظه لما المهرجان جه كده انه الناس دي انتوا، ما انا بعمل ده يا جماعه، بس بعمله بشياكه وبعمله صح؟ بس بص اقول لك حاجة، يعني هم عملوه برضو بشكل جديد برضو. فادك؟ سيبك، انا بسمع كل حاجة. لا فادك لما سمعت؟ افادني ازاي؟ فادك وانت انا اي حاجة في حاجه جديده عندهم برضو؟ طبعا عندهم حاجة جديدة. ابص اقول لك حاجة، انا اي حاجة بسمعها بتفيدني. اصل يعني انت بتقعد بيجيلك اشكال والحان موسيقية كتير جدا واذواق كتير جدا. ممكن يجيلك اغنية مش ذوقك، بس لازم هتعملها، ولازم مخزونك ده يبقى انت عندك سمع ايه كتير جدا. يعني اكتر اتنين لازم يسمعوا في المجال بتاعنا، الملحن والموزع.
صح. الاتنين دول صح. ده هو ده يعني، هي دي ودنك دي لازم تبقى شغال على طول. بمناسبة ذكر احنا بنتكلم على المسيرة والرحلة اللي مع فنانين كتير جدا، أوكي. ونجاحات الله اكبر يعني ما تتعدش. الحمد لله. انا بحب لك اغنيتين مع تامر حسني قوي قوي بقى. عمرها حصلت لك دي؟ صح. بحبها، بس في 2 تانيين بحبهم قوي، والفرق ما بينهم سنين طويلة. ايه؟ سيب الحب لناسه. طبعا دي اول اغنيه. اول اغنية اه اول اغنية اشتغلتها مع تامر حسني. مع تامر. والاغنية التانية خدنا مناعة. انا رغم ان الاغنية دي يعني ما خدتش حقها، صح. بس الاغنية دي من اكتر الاغاني اللي انا بعتبر انه يعني تنفع هت. صح. يعني تنفع هت مقسوم. صح. انت اول شغلك مع تامر حسني جه ازاي؟ يعني التعاون بدأ ازاي؟ انا فاكر كان هاني محروس اللي كلمني. هاني وقال لي هتشتغل مع تامر وفي اغنيه هنجيبها لك ومش عارف ايه، وكان هو ساعتها مع نصر محروس. طبعا بنوجه له كل تحية كبيرة طبعا جدا. المنتج الكبير طبعا وصانع النجوم طبعا. والشغل مع تامر حلو جدا. هو شخصية لذيذة جدا 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 يعني. الموضوع كان سهل يعني؟ لا سهلة تامر لذيذ. مش في حتة في أغنية سيب الحب دي، مشتاق إيه يا أبو شوق ما تروق ما تصحصح حبة وروق، أنت قابلت الخير بالسوق دلوقتي. كان في تقطيعة كده في التوزيع في المقسوم جميلة. وبعد كده لما جيت اشتغلت معاه في خدنا مناعة عجبتني قوي قوي. في ويفة كده كانت في الإيقاع غريبة في المقسوم، جديدة برضو. أنا ملاحظ حاجة انك انت ما بتكررش نفسك بنفس الشكل مع المطرب. يعني خدنا مناعة مقسوم جديد. والله يا مصطفى بص، انا وسيب الحب مقسوم شكله تاني. انا بحاول بس هو اللي هو بص، اللي بيديك الاغنيه دلوقتي عايزها بكره. طب انت ايه اكتر اغنيه بتحبها في شغلك مع تامر؟ بحب عمرها حصلت لك دي. يا تعبني. عشان انا تعبت فيها فعلا. ازاي بقى؟ لا احكي لي. لا ما هي نزلت في فيلم في فيلم كابتن هيما بالظبط. قعدت اشتغلها يعني كنت بنمن، وبجد كنت قعدت كتير قوي يعني. جالي فيها خطوط وتريات حلوه قوي، اللي هي في الحته بتاعت بيقول انا بقى حسيت بها، في لاين وتريات كده ورا مجد. ده طبعا المايسترو هاني فرحات العظيم. وكان شكل موسيقي جديد برضو وقتها. مش مقسوم ومش ستايل عادي لا هي حاجه كده، تركيبه كده. لا هي كانت، اقول لك حاجه، هي كانت ابطأ من كده. وهو تامر هو اللي قال لي سرعها. فضلت اسرع، يقول لي سرع كمان. انا فاكر حاسس ان البيت بيجري اصلا. انا فاكر اقوم باصص له كده وهو قاعد جنبي، قال لي اسمع كلام، اقوم مسرع كمان، يقول لي سرع كمان. قلت له الاغنيه هنروح فين بعد كده؟ والله سرع كمان يا عمي، هتبوظ والله يا تامر. قال لي اسمع كلامي بس، لغايه اما وصلنا للتيمبو. انا مش فاكر التيمبو كان كام، 100 حاجه و40، 100 حاجه و30 او 100 حاجه و40، والله ما فاكر. مش فاكر عشان ده يعني لا ده من سنين طويله برضه، سنين طبعا. فاهم؟ بس يعني الاغنيه دي انا بحبها جدا يعني. بالكلام بقى في مسيره تومه، لا يمكن نسيان اقوى 3 هتات مصريه في تاريخ حسين الجسمي. طبعا 6 الصبح، بشرة خير، الطبطبة بالبنط العريض. طبعا مش هسيبك غير ما تحكي لي قصتك مع الجسمي ايه. ارفقوا حلو على بعض والاغاني كلها طبعا تك تك هتات. طبعا كل التحيه للناس اللي شاركت فيها، الفنانين طبعا ايمن بهجت قمر، وليد سعد وعمرو مصطفى ولحن الطبطبه حسين الجسمي لحنه وكلام ايمن بهجت قمر. الطرف اللي هو المستمر في ال3 انت وايمن طبعا ابن لذينه عشرة عمر طبعا. وايمن فاكر 6 الصبح دي عملت ايه؟
سبحانك يا رب. اقول لك حاجه، الالبوم كان دي الاغنيه المصري الوحيده، انت فاهم. وسجلناها يعني عارف اغنيه حلوه، بس هو ما ربنا بيفاجئك بقى بنجاح مش متوقع. لقيت كل الناس بتكلمني ايه الاغنيه دي، ايه الاغنيه دي، وكانوا بقى ايه بيذيعوها على نجوم اف ام كتير جدا. هي اول مره سمعتها على نجوم اف ام، هي يعني دي مرحله توهج نجوم اف ام. وناس بقى كلموني توزيعك توزيع ده. بس فالحمد لله يعني. الغنوه جات لك ازاي؟ الغنوه جات لي عن طريق وليد سعد وايمن بهجت. والاغنيه دي جات لي وزعتها وركناها بتاع 6 شهور. بس كنت عارف انها للجسمي ولا؟ لا لا لا، للجسمي من الاول هي معموله للجسمي. للجسمي. 6 شهور وزعتها وما دخلناش سجلنا لايفات خالص. بعد كده فجأة جسمي يلا هنسجل مش عارف ايه، دخلتها طبعا مع هاني محروس، سجلنا لايفات في M1 ومكسجها جسمي جه خدتك الصوت هنا؟ لا هناك في دبي. بعت لنا الغنى ونزلت الحمد لله يعني، كسرت الدنيا. بعد كده بقى اغنيه من الاغاني الوطنيه اللي هي بقى بشرة خير دي بقى اقول لك، عمرو مصطفى جه. كان المفروض كنا هنعمل اغنيه وطنيه انا وايمن وعمرو، بس ايه هي احنا مش عارفين. فعمرو جه فتحت نفس عارف نفسي ابقى جنبه بس على بيت مقسوم. هو عمرو مهايبر، فانت عشان تاخد هايبرة عمرو دي لازم تشغل له بيت مهايبر، مزيكا مهايبرة على طول. راح مطلع اللحن، انت فاهم. يعني كان الاول معمول بيت هو المقسوم اللي فيه السمسمية لا ما كانش فيه مزيكا، كان بيت بس. بيت بس عشان انا ما حجموش يعني باي هارموني ان هو يروح في سكة. انت فاهم. فهو مسك جيتار لحن، بعتنا لايمن كتب، جا حسين غنى عندي في تلت ساعة. تلت ساعة بجد، تلت ساعة الأغنية دي غناها ومشي. أنا عشت بقى فيها، سجلت سولو ربابة. محمود سرور كان بيعمل عمرة في السعودية، كلمته قال لي أنا برا مصر. قلت له يا خسارة. قال لي لأ، قال لي بعتها لي هسجلها لك في الأوضة، أنا معايا الربابة. والله سجلها في أوضة الفندق. سجلها في أوضة الفندق. هو كان عنده حفلة وراح يعمل عمرة ومع العدة عادي، معاه عدته عادي، فاهم. فهو معاه لابتوب والربابة ومايك ومش عارف ايه، سجلها في الأوضة وبعت لي التيك بس. وانت اشتغلت بقى، نظفت الصوت وظبطته؟ مفيش نظفت الصوت، جاي لي عسل. أوضة بقى انت فاهم، أوضة يعني حطيت الربابة دي اللي هو فروم حلوة وإكيو حلو وبس، ومكسشتها وسجلنا كورال وسجلنا طبلة وجيتار. كان شريف فهمي واحمد عيادي طبعا حبيبي، دي كل التحية. طبعا العازفين المهمين جدا في طبعا. بس وسبحانك يا رب بقى نجاح بقى لما نزلت كسرت الدنيا. بس كان في موقف انا فاكر، ايمن كلمني قال لي التيمبو ده سريع. طبعا بطأ قلت له لا ايمن انا حاسسها كده. وحسين الجسمي كلمني قال لي التيمبو سريع. قلت له يا جماعه انا حاسسها كده والله. هي حلاوتها في السرعه دي على فكره. والله انا حاسسها كده. انا يعني قلت لهم انا اكتر حاجه
حاسسها كده. حتى ايمن كلمني مرتين قال لي يا توما مش هترقص. قلت له والله العظيم يا ايمن انا حاسسها كده. انا وانا قاعد انا طول ما دماغي دي بتتهز يعني في حاجة بتحركني، يعني مش هتتهز كده من يعني اللي هو لوحدها يعني. ف في ناس وقتها قارنوها ببنجابي، قالوا اصل عمرو واخد اللحن من مش خالص عارف ايه، والله بس انت كويس انك حكيت القصه دي علشان خاطر انت شرحت الاغنيه اتعملت ازاي. لا خالص يا باشا. بص اي حاجة ناجحة هتلاقي ناس كتير بيكسروا فيها. مم. اي حاجة ناجحة يعني ربنا يسامحه يعني. فالمهم بعد ما نزلت الاغنية الحمد لله ونجحت، والله ما هنسى حسين اما كلمني مم. قال لي يا توما برافو عليك انك انت اصريت انك انت ما تنزلش التيمبو. قال لي التيمبو مهايبر، صح، وهو ده اللي خلى الناس تهايبر. ان انت وترقص عليه. لو كنت اصل هي مش فزلكه مني، مش انا بس يعني عارف انا اللي هو يعني انا هعمل عليهم استاذ يعني. لا انت حاسس انا التيمبو ده. ده احساسي يا جماعه، احترموا احساسي صح فقط. صح. بس والله مش هنسى مكالمه حسين قال لي برافو عليك ان انت اصريت. انت لو كانت نزلت كانت هتهدى. عاديه هتريح. هي قوم نادي على الصعيدي هو وايمن بهجت قمر كان كاتب كلمات ايمن حلوه عبقري. قوي قوي قوي. ايمن عبقري وعمرو مصطفى عبقري. وعمرو مصطفى عمل لحن. عمرو مصطفى من اكتر الناس المميزه اللي بتعمل الحان سريعه كده قوي. طبعا والجسمي. مطرب الجسمي جميل. لا تقطيعة اللحن جديدة على الجسمي. اه طبعا كانت وقتها ما الجسمي اصل الجسمي الالحان دايما دسمة، وتلاقي التيمبو لازم يبقى قاعد انت اه. فاهم. مم. لا التيمبو ده سريع جدا. مختلفة تماما عن 6 الصبح بتعدي في حتة اه قلبي تيمبو. بيتكسر انما اه ده اسرع. التيمبو ده كان اللهم صل على النبي كان 164 مم. 164. 162 164 حاجة كده. ده اسرع حاجة تقريبا يعني ممكن لا في اسرع، عملت حاجة اسرع من كده. ايه. عملت تتر مع عمرو مصطفى برضو مم. وايمن بهجت قمر. كان مسلسل محمد سعد اللي كانت هو تتر قطاطة. قطاطة. اه. اللي هي قطاطة اه صح صح. قطاطة. ده كان اسرع. ده كان تقريبا 180 بقى، داخلين في 180 حاجة كده. بعد كده عملت مع الجسبي برضو الطبطبة بالبنط العريض، من الطبطبة دي الاغاني اللي طبعا. نجحت قوي قوي يعني. الطبطبة انا بحبها وليها برضو كده. حسين عمل اللحن مم. وبعته لأيمن يكتب، بس انا لسه ما كنتش سمعت الاغنية. لا كلام كلام. لسه حسين انا وزعت على التيمة. على التيم. اه. بعد كده ايمن طبعا كتب كلام عظيم انت فاهم، وغنى حسين وبعت لي الغنى، مكسشتها ومسطرتها ونزلت مم. الحمد لله يعني. عندك تفسير للنجاح ده؟ لان الطبطبه دي كانت ترند انا الخليج عندي في سنه. تفسير واحد، ممكن الناس تقول لك ده مجنون، ده لا لسع، ده عايز يبان ان هو الحب بين الناس. مم. الناس اللي بتعمل اغنية مم. لو سالكين مع بعض مم. ربنا هيكرم. مم. ملهاش بقى دعوة انت جامد. مم. في توفيق طبعا وفي الحاجات واجتهاد بتبقى حلوة، وحاجات بس ياما الواحد عمل حاجات حلوة مم. وما كانش فيه سلكان وما نجحتش. عارف انا احيانا بحس انه صناعه الاغنيه دي بالظبط مع فرق التشبيه طبعا عامله زي الطبخه اللي بيطبخ. لو انت بتطبخ لحد وانت حبه عامل بنفس عامله زي الروح. بتطلع الحاجه حلوه. عامله زي الروح، هي بتحس مم. انتوا بتحبوا بعض، طب انا هنجح. ما مم. بتحبوش بعض مش هنجح والله. ال... انا بحس كده.
مش عارف. الفكرة، بص هو في ناس دايما بتتكلم على فكرة بقى الروح الحلوة والروح الجميلة والكلام ده يعني بيحاولوا ياخدوها كمجاملة، لكن انا مصدقك لان انا حاسس فكرة انه في المزيكا تحديدا ما ينفعش الشاعر يبقى كاره الملحن او متضايق من الموزع او الثلاثة والله يا مألفين مع مصطفى بعض اقول لك مش هيطلعوا حاجه، انا حاجة. جربت الموضوع ده كتير وتجارب عدت عليا كتير، بيبقى الدنيا مش سالكه. طب انت عايز ربنا ينجحنا ازاي واحنا مش سالكين مع بعض؟ م- ده بجد والله. م- ربنا هينجحنا ازاي؟ هيرزقك ازاي وانت بتكرهني وانا باصص لك وانت باصص لي؟ هي كده هي يعني. انا احب لك الخير وانت تحب لي الخير. انا اللي هو انت بره مجالي وانا بره مجالك. يا اخي ده انا علاقتي حلوه بكل الموزعين. ده حقيقي. ده يعني انا الحمد لله ما عنديش مشاكل مع حد خالص، يعني الحمد لله. كل الناس في الوسط تقول توما الجدع، توما الجميل، توما والله سيبك يعني من علاقاتك ان انا بالناس كلها حلوة. جدع يعني يعني عارف انا بتعامل مع الناس اللي يحبني اللي ما بيحبنيش هو ده مش عادي. مشكلتك انت. انا مش يعني انا مش هقعد اثبت لك ان انا كويس عشان انت تحبني. حبتني ما حبتنيش عادي يعني. وفي الاول والاخير ما فيش حد بيتهمع عليه الناس أكيد كلها. طبعا. هتلاقي حد يحبك وحد ما يحبكش عادي. من ضمن العلامات المهمة برضو انت عملت اغاني للاطفال، ودي حاجة اه. من الحاجات اللي انا بحبها جدا. امم انت عملت بابا فين عملت بابا فين وعملت لهيفاء وهبي، ومين حبيب بابا الهنيدي، ايوه وسبونج بوب بتاعت حمادة هلال. على فكرة توما اللي عامل اغنية سبونج بوب يا جماعة ايوه بتاعت طبعا. حمادة هلال، دي من الاغاني اللي هي دي الايقونية. كسرت الدنيا. كسرت الدنيا، نجحت نجاح كبير جدا. والله كسرت اه الدنيا. بقت من الاغاني ده في الاعياد الميلاد وفي الحاجات دي من انا الاغاني. اتفاجئت. امم يعني انا اتفاجئت. هي كانت في فيلم اصلا اه. وحماده لحنها الذين. حماده ده برضو اللي هو نفحه برضو. اه بجد حماده هلال ده نفحه. بركة. نفحه والله اه والله بجد. فسبحانك يا رب يعني. الحمد لله يعني. ما فيش حاجة في الأغاني دي يعني مشروع مثلا بابا فين وإنك عملت مين حبيب بابا، هل أنت كنت قاصد إنك تعمل أغاني للأطفال لو جات لي يلا أهلا وسهلا أعملها وحلوة وتمام، ولا الموضوع ما كانش محسوب كده؟ لا خالص، الاغاني بتعرض عليا وبتبقى لذيذه مم. يعني. مم. يعني ليه لا ما اعملش اغاني للاطفال؟ مم. عادي جدا. بس إحنا صديقك عمرو مصطفى فتح الباب كده مرة واحدة اه. على صناعة المزيكا كلها في برنامج ريد بول، ايوه. هو وعزياد زازا، وفاجئ الجيل الجديد وقال لهم الاي اي. تشتغلوا بقى بالطريقه القديمه ولا اه. بالطريقه الجديده، يعني هو لا سباق دايما يعني. بص انا يعني انا شغال. انت موقفك ايه من الاي اي مع؟ بص اقول لك حاجه، انا شغال بالاي اي بقالي داخل على 3 سنين. يا نهار ابيض. والله وحياة ابني، بس انا ما بحبش اقول. دي مفاجاه. ما بحبش اقول. بس شغال بالاي اي ازاي بقى؟ بستعين بيه. مم. انت فاهم. مم. بص اقول لك حاجه، الاي اي ده انا بالنسبه لي من رايي من وجهه نظري ده هيبقى النقله التانية في المزيكا. نقله التانية بما معنى في نقله حصلت في مم. التكنولوجي بتاعت المزيكا اللي هي بين مساحه الانالوج للديجيتال. النقله اللي حصلت سنه 2000، ايوه. لا 99، 99 98. 98 اه الموضوع كله بقى ديجيتال كمبيوتر، كمبيوتر. وان انت تشوف الويفا ومش عارف ايه. نقلة الاي اي دي هي دي النقله الثانيه. اللي جاية. وده تولز هنستخدمه. اللي هيقول لك بوظ المزيكا. قالوا برضو اما الكمبيوتر طلع ومش عارف قال لك هيبوظ المزيكا دي. المزيكا ما باظتش واغاني ناجحه واللي بره يعني اغاني برضو حلوه يعني. هم شغالين بره بالاي اي برضه في المزيكا. عادي يا جماعه. ما اقول لك حاجه، اللي يعترض على التكنولوجي دي قول له طب هات الموبايل مم. وهات العربيه بتاعتك وهات اللابتوب بتاعك
مالكش عيش دعوه. بقى كده، ارجع عيش بقى، ارجع ارجع بقى. للكهف. ايوه بالظبط. اصل ايه يا جماعه، ده تكنولوجي. انت بتستعين بالاي اي كموزع ازاي؟ لانه ده مهم لا، قوي، انت اللي بتسوقه. انا اللي بسوقه طبعا، مم. هو مش هيسوقني. مم. انت فاهم؟ برضو ارجع واقول لك، ذوقك هو اللي بيفرض. انت اللي بتديله الاصوات، بتديله البرومت وبتقول له اعمل لي كذا. بس غير العمر. مم. يعني انا عايز اشرح لك حاجه. غير البروجرام اللي عمرو قال عليه سونو. اه. سونو ده معروف لكل الناس بقى. مم. لا، في بروجرام يعني في كذا في حاجه حاجات تانية مش متطورة اكتر. معروفه، مم. متطوره، وانت ما بتكتبلوش، مم. انت حضرتك بتسمعه. بتشتغل، تديله. بتسمعه زي عازف، زي اه. ما انا بجيب عازف كده مم. وبشغل الاغنيه، وهو يسمع الاغنيه مره مم. ويقوم عازف جيتار. بالظبط، دي نقطة مهمة انك تشرحها. ده AI مم. جديد، ده يعني ده موديل جديد. يعني مثلا خليني افسرها يعني معاك مثلا ببساطة. مثلا سونو اه. سونو انت بتعمل ايه؟ انت بتكتب له، اوكي، مم. تكتب له عايز مثلا فلامينكو، البيز، مش جونرا، عارف ايه مش الجونرا، ايه عارف البيت، ايه. اه. ايه، تيمبو مم. 134 مثلا، اي حاجه، سكيل كي مم. مثلا، سي ماينر مثلا، انت فاهم؟ اوكي. وبيعمل مزيكا مم. وبيطلع لحن، مم. وبتحط لك كلام، او انت بتقول الميلودي الميلودي وهو بيحوله وهو المزيكا. بيحوله المزيكا. لا، في حاجات تانية، اوكي، مش عارف اقول اسمها ولا لا لا لا، بلاش. ما تقولش ما تقولش. ماشي، ما تقولش. ماشي. بس دي بتعزف انت؟ دي بقى في انت لا، يعني مثلا عايز انا اعمل سولو جيتار يا باشا، انا بطلع الهارموني، هارموني اوكي، بالكيبورد انت بتلعبه. اوكي، على السكيل بتاع المطرب، المطرب. اوكي. مم. بعد كده انت الاي اي ده انت بتسمعه الاكورات بتاعتك والتيمبو بتاعك وطريقة غنى الراجل. مم. هو اكنه جايب انت عازف مم. بالظبط. بتقول له العب لي اللحن ده سولو جيتار هنا ما مثلا. بتقولوش انت عندك اوبشن كده، انت ما مم. بتكتبش، ما هم بتكتبش، بيشوف، لا، بيسمع. ما بيسمع. مم. بيسمع، وانت عندك كده مربع كده، انت بتختار ريذم مم. ولا سترام مم. ولا ريف مم. ولا حاجات كتير، مم. انت فاهم؟ مم. بيسمع زي سونو كده تراك. ف في اقل من 20 ثانية مم. بيبقى عندك عازف. مم. وده هم ايه بقى؟ الاي اي ده بقى مخزونه ايه؟ ده عازفين بجد بقى. ما دي النقطة اللي كنت هقول، كنا بنتكلم فيها يعني بره. سونو سونو اه. سونو المخزون بتاعه، الداتابيز اه. بتاعته اغاني. اغاني. فانت لما بتكتب له بيجيب لك بناء عن المخزون بتاعه الاغاني اللي هو سمعها قبل كده. الاغاني اللي هو سمعها. مم. لا، دول عازفين. انا ما باخدش تراك كامل. بياخدوا بصمة العازف. انا ما باخدش تراك، يعني قصدي انا ما باخدش تراك اغنيه كامله. لا لا لا، انا مم. باخد تراك اكني جايب عازف مم. بيز مم. مثلا، عازف، حتى حاطين هم صوره العازف واسمه. ده معناه ان العازفين بتوعنا لازم ينتبهوا بقى للحتة دي، انه تبيع بصمتك. يا يا مصطفى، ده المستقبل. مم. اقول لك حاجه، في بعد كده، وخلي كلامي ده افتكره، مم. هيظهر اي اي في السنين اللي جايه. هتجيلك الاغنيه، هيقول لك، هتقول له اعمل لي توزيع زي تومه، مم. زي توزيع تومه مم. كده بالاسم. اه، لان هو اعمل لي مخزن. توزيع زي توزيع نادر حمدي مم. بالاسم. بياخد بياخد الايدنتيتي الداتابيز بتاعت بتاعتك. تومه. اه. تومه بيوزع بالشكل ده، مم. هيطلع لك توزيع كده. بس هو الميزه في الحته اللي انا بس بستخدمها، ان هي ان هو ايه، تراكات. اه. عجبني التيك اللي هو لعبه. لعبه ده، تمام، مم. دراج دروب مم. في كيوبيز. مم. ما عجبنيش
غيره. فاهم؟ وكأن عندك 5-6 عازفين بيلعبوا نفس الآلة وانت بتختار ما بينهم. برافو عليك. فهو ليه لا؟ انت كعازف مثلا شاطر تبيع العزف السامبلز بتاعك. من شغلك. بس اصل هو الاي اي بيعمل ايه؟ ليرنينج، تعلم. استخدمت الاي اي في ألبوم حماقي الجديد؟ طبعا، ده تكنولوجي، انا بحب التكنولوجي جدا. يعني هنسمع حماقي توزيعات فيها ريحة الاي اي برضه ما انت زي مش ما انت عملت ده في 3 سنين. بس انت مش هتقدر ايه تفرق، عشان برضو في الاحساس لايفات. البشري. مم. الاحساس البشري. وساعات انا اوقات كتير بعمل الاي اي وبجيب عازف بجد. مم. انت فاهم؟ ممكن تحتاج الاي اي في تراك، بس التراك التاني ده فيه لا، عازف لازم يلعب. بنحتاج الاي اي كريفرنس. مم. يعني مثلا العازف اللي هيجي اسمع الباترن ده، مم. الله ده حلو، طب اعمله لي بقى زيه. مم. فهنا هو اداك فكرة. ممكن العازف اما يجي لك ذهنه مش حاضر، مم. او مثلا جاي من 50,000 تسجيل وخلاص دماغه متقفلة. بس ممكن ياخد الباترن ده الباترن يضيف ده عليه بقى هو حاجة يا من باشا وهو سهل بيلعب. جدا. انت سهلت له الدنيا. فاللي يقول لك الاي اي هيبوظ المزيكا، اقول له اركن بقى انت، ده بجد اركن. 26 ايه اللي توما جاي بيه؟ ان شاء الله حاجات حلوة كتير، مفاجآت كتير مع حماقي وشيرين شيرين راجع في 26 ان شاء الله. عاملين حاجات قوية. راجع بقوة بإذنك يا رب. انا هاخد الوعد ده منك. والله يا رب احنا بنحاول نجتهد يعني. يا توما انا كلام معاك ما بيخلصش، ربنا يخليك يا مصطفى. واتبسطت جدا وانا جدا اتبسطت بقعدتك. جدا جدا، وانت بص اخويا جدا انت حبيبي واخويا والله، ومريح جدا جدا. انا اكتر مرة اتكلمت فيها براحتي انا عارف انك وقلت من كل حاجات. الزهور، والله ويعني ده حاجة كبيرة قوي عندي انك يعني حبيبي. تتكلم كده وتطلع حاجات وتقول، وانا استمتعت والشباب كلهم يعني اتبسطوا بالتفاصيل والحكايات اللي انت الحمد قلتها. لله. الحمد لله. انا اتشرفت بيك جدا جدا، شرف بتمنى ليا لك دايما حبيبي. كل التوفيق، ويا رب ربنا سنة يخليك. 26 تبقى كلها نجاحات علينا يا رب كلنا. زي سنينك اللي فاتت واكتر كمان. امين يا رب. ودايما منور وموجود في كاسيت بقى على طول. ان شاء الله. ان حبيبي شاء يا الله طول. حبيبي. دي كانت حلقتنا النهاردة مع واحد من أهم الموزعين في الأغنية المصرية والعربية خلال ال 25 سنة اللي فاتوا. شرفت جدا بوجوده معايا موزع كبير توما. إن شاء الله أشوفكم الحلقة الجاية في كاسيت وضيف جديد. استنونا.